انت منيح ميماتي؟ ايه منيح معلم. عبد الحي روح شوف صاحبك. حميد 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 معلم أنا ما دخلني بقصة صاحبه، أنا رح أقوس براسه. شلون بدك تقوصه؟ رح يودينا لعند إرسوي. راح معلم. ليش ما عم تتصل بصاحبك؟ ما عم يرد علي. طبعا ما راح يرد. ليش لا يرد بعد ما خلانا نروح على الفخ برجلينا؟ مو هو اللي أخذنا على الفخ، إرسوي هو اللي أخذنا كلياتنا على الفخ. فوق هيك كله بسببك. شو إلك شغل هنيك؟ شو يعني شو إلي شغل هنيك؟ مفكر بتركك تروح تبوس إيد معلمك إرسوي؟ حتى أنت ما تموت وما يموتوا الناس اللي هون مستعد بوس إيده. أنت ريح حالك. ميماتي أنت مع مين عم تحكي مثل الأولاد؟ معك أنت، شو بدك تعمل؟ حاجة حكي فاضي انت وياه. طلعوا لنا لبرا شوي. معلم طلعوا لبرا بدنا نحكي بشغلة خاصة. كم مرة قلت لك عبد الحي بدك تصير تحكي معي مثل الرجال؟ وأنت كمان تصرف مثل الرجال، عم تتصرف مثل الولد. حمود ربك أني ما بضرب أولاد. معلم افتحوا. لك شو بكون انت وياه جنيتوا؟ ايدك عنده. عبد الحي معلم اتركني، بدي اقتله هالغبي. ميماتي خلصنا بقى. شو صاير لك؟ عم يدافع عن حميد، عم يدافع عن زلمة أرسوي. عبد الحي عم يعمل اللي بيطلع بايده حتى ما يصير شيء على حدا. يصير اللي بده يصير، شو بده يصير أكثر؟ من امتى نحن بنخاف من الموت؟ رح قوص براس رفيقه قدام عيونه لهالغبي. ليش مفكر هو ما رح يقوصك براسك؟ خلصنا انت الثاني. خليه يقوص يقوص، لو كان رجال يقوص. خلص بكفي. هلا راح معلم. يعني أنا ما عم أفهم، أنت عم تشتغل وكنان عم يشتغل، طيب نحن كيف بدنا نشتغل؟ اصلا كتير منيح يلي عم نشتغل، ما حدا رح يشك فينا هيك. نهاد
ما حدا رح يشك فيك هلا، بس كيف رح تتركهم وتروح تشتغل شي تاني بالمستقبل؟ ما في لزوم اتركهم. ليش لا اتركهم؟ لازم اكسب ثقتهم فيني مع الوقت مشان اتحرك. حكي فاضي. انت يلي عم تحكي حكي فاضي. من 10 سنين ما لنا هون، ما بنعرف اسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ما بنعرف قيمة العملة هالايام طالعة ولا نازلة. نستطلع الجو على مهلنا وبنفهمه، وبعدين بيصير فينا نعمل اللي بدنا نعمله. ما حدا قدران يفهم على عقلك نهاد. طرف منك من البحر الأسود، لما بتطق براسك ما بتعود بتشوف شيء، ومن جهة تانية ما بتخطي ولا خطوة بدون ما تحسبها 100 مرة. ايه معلوم، اخذ من ضياء اللازي واخذ من سليمان شاكر. يلي عملوه هدول الاثنين كان كتير صعب وبيهد جبال. شو جماعتك تصالحوا مع إرسوي أولوبي؟ لا، ليش لا يتصالحوا؟ هيك لك. ليش شو صاير؟ البضاعة عم تدفق دفق لعنا. بضاعة إرسوي؟ عم تجي طبيعي مثل كل الشحنات التانية. طبعا، مو بدك تتجوز؟ أبوك عم بيجمع لك. لوين رايح؟ عندي شغل. شو لوين رايحة؟ سيدي المعلم حميد وصل قطعة واحدة؟ خليه يدخل لنشوف. الحقيقة ما سخيت فيك. هي تاني مرة بسامحك يا حميد، بس انتبه، ما بقى سامحك أبداً. انت شلون بتبيعني هيك؟ لا تتمادى. أنا ما ممكن بيع رجالي، وإذا ما بتنفذ الأوامر اللي بقولها فمين أنت بالنسبة إلي لبيعك واشتريك؟ انا اللي حطيت كلمتي قدامهم من شانك، حطيت اسمي بالنص، حطيت راسي بالنص. بالمقابل شو عملت معي؟ تبعت لي جماعة دوموس باجلر؟ اسمك هذا أنا اللي عطيتك إياه، وراسك هاد اتذكر إنه لولاي أنا كان انفصل عن جسمك من زمان. لك أنا إرسوي أولوبي، كيف بتدعيني روح على هيك محل؟ أنا الأمر اللي عطيتك إياه كان مشان تتساوم معهم؟ مو كل شي بيصير بأوامرك ومثل ما بدك. ما بقي جنبك من رجال غيري، وهلأ ما عاد جنبك. مانك جنبي؟ رح نلعب. طبعا رح روح. شو مفكرني قاعد؟ امشوا يلا. عملكن امشوا معي يلا. لك لولاي أنا حتى الكلاب الشاردة ما بترضى تمشي وراك. شيلك من هالحكي كله. مراد ما كان لحاله هنيك، نيماتي كان موجود، ما هيك؟ برأيك ليش كان هنيك؟ كان هنيك ليقوصني ويقوصك. أنا لو ما كنت بعرفهم منيح، ولو ما بعرف إنه هن ما إلهم كلمة وغدارين، كنت بروح وأنا مغمض على المحل اللي بتقلي عليه. عبد الحي وعدني انه يكونوا لحالهم. عبد الحي هو اللي وعدك. مراد وميماتي هن وعدوك شي كمان؟ لك حميد انت منا وفينا، زلمة بتعرف الاخلاق وبتضلك وفي للوعد اللي بتعطيه طول عمرك. عبد الحي مهم بالنسبة إلك؟ سامحته بروحه وخلصنا، بس البقيانين منهم بيكونوا اعدائي واعدائك انت كمان. لا تبيعني مرة تانية. وانت لا بقى تنزل من قيمتك قدام عيني مرة تانية. انت السيف تبعي يا حميد، واللي بده يتطاول ويجي بده يسرق المصاري تبعي بتقطع له ايديه، واللي بيجوا بدهم يهجموا علي ويقتلوني تقطع لهم رجليهم.
مرحبا معلم. عمران صب لي كاسة شاي. ايه تكرم عيونك. يسلموا ايديك. انا بصب لك معلم. اتصل بألبير وخلي ينقل رجائي للختيارية، لأنه رح ينقلوا ليلى. خليهم يدعموها للبنت وتضل هون باسطنبول. ماشي. ولا تضل اخذ موقف من البنت لأنك كرهانة. أنا مو كرهان حدا معلم. بفهم من حكيك إنك كرهان حالك. كرهانة من الولادة، بس كره حلو، وخاصة بعد ما ياكل شي قتلة. ليكون لأنه ميماتي ضربك، لك لا توقف عندها. الزلمة قلبه مجروح، ما لازم تدقق. خليكن عم تستخفوا بالقصص هيك. خليه يقتلنا كلياتنا، بلكي بيرتاح قلبه. يعني إذا ما متت بسبب ميماتي، بسبب مين رح موت؟ معلم الزلمة متوتر، والزلمة المتوتر بيوقع بالغلط إلا ما يغلط. بعرف يا عبد الحي، بعرف. تعرف؟ وبتجيب الزلمة بالسر عني على المحل؟ عبد الحي ما بعرف إذا انتبهت إنه إرسوي ما إجا، بعد جماعة ليقتلونا. لو ما كان ميماتي هنيك كنا متنا من شانك. والموت أساسا مو قضيتنا هلأ، بس أنا عم أحكي مشان تنتبه على هالشي مرة تانية. انت بتجي بهذا الوقت على الدوام؟ شوف ابني، بدك تجي لهون قبل الكل وتغلي بريق الشاي. معلم في موضوع كتير مهم. خير نهاد، شو في؟ لا تكون حابب لك وحدة وطلع أبوها إرسوي. معلم إرسوي لساته عم بينقل البضاعة وعم توصل على مستودعات يشار. ما كان ناقصنا غير يكون بيناتنا واحد خاين يمرق من ورانا. فاضية حضرة المدعية؟ ايه تفضل. شو الأخبار؟ إجا كتابك؟ ما اجا بس رح يجي. قلت بلم اغراضي من هلا. شو بضيفك حضرة المدعي؟ هلا شربت، شكرا كثير إلك. يعني رح تبقى الأمور هيك؟ شلون يعني رح تبقى؟ كل ما إجا لقدامنا ملف لنشتغله واشتكى علينا حدا من اللي فيه وقرارنا ما عجب حدا من المفتشين، رح نروح على المنفى؟ مع الأسف ما بيطلع بالإيد شي. تعرف إنه نحن مستقبلاتنا، بس مستقبلنا على الصعيد المهني مربوط باللي بيحكوه زملائنا اللي بالوزارة ويلي أبداً ما مستقلين. يلي عم فكر فيه لو نكافح من شان هالشي بشكل منظم، منأسس رابطة، منتحرك مع بعضنا ضد الوزارة وضد الهيئة والمجلس القضائي ومنخليهم يفكروا منيح وقتها. أنا متأكدة إنه هالرابطة ما رح تفيد شي أبداً. ليش؟
مع الأسف زملائنا القضاة والمحامين رح ينظروا للأمور من زاوية إيديولوجية أكثر مما رح ينظروا لها من زاوية مهنية. قسم منهم ما رح تعجبهم تصرفات الوزارة، وقسم منهم بالعكس ما رح يعجبهم أسلوب المحكمة العليا وقراراتها. يعني رح ننقسم، يعني ما رح نستفيد بشيء أبدا. مو المهم إنه نحن عم ننظلم، يلي عم ينظلم بهالشي هو المواطن اللي رح يتضرر كتير. استقلالنا وعدم انحيازنا لطرف على حساب حدا هذا مو مشاننا، هي ضمانة أساسية مشان المواطن. معك حق أستاذي، بس تمثيلية الرجعية تبع 28 شباط اللي عملتها المحكمة العليا مع الأسف هي اللي هزت ثقة المواطن بالقضاء، واليوم عم يستمر الأمر نفسه معنا كلنا، وشو ما عملنا رح يكون ضعيف. يعني ما رح تشاركي بفعاليات رابطتنا؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. الأستاذ داود هلأ جاي، تفضلوا استنوا بمكتبه. بتحبوا تشربوا شي؟ جيبي أتقل قنينة مشروب. لا بابا عم يمزح. لكن جيبي لي ترمس كبير زهورات بلكي بيخدر لي مخي. شكرا ما رح نشرب شي. بابا إذا كل هالقد متوتر خد لك شي حبة مهدئ. باخد حبيبي بس بشرط. ما بدك تاخد لا تاخد، أنا عم بحكي مشانك. شوفي، من هلا عملتي أبوكي درجة تانية بالنسبة إلك. لا تقولي ما قال لي يا بنتي، الزوج بيلتقى بكل وقت، بس ما رح تلاقي أب بيحبك مثلي شو ما عملتي. ليش وين رح لاقي أب يكون مثلك يا أحلى بابا؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بما أنه الكل موجودين خلينا نجيب مأذون الزواج وننهي الشغلة. شو مفكر القصة هيك شروة على الماشي ولا بدك تاخد عروس؟ بابا يا ريت تلبس بيري بدلة عرس. لا أنا ما بدي بدلة عرس، هيك بيناسبني كتير، وبرأيي بلا ما نتأخر. كان في بدلة عرس عند أمك لك بنتي؟ بابا لما بتتجوز مرة تانية فيك تلبس البدلة لعروستك. لكن أنا خليني ابعت ورا سيد داود، وبطريقك لازم تدبر شاهدين زور. إذا خجلان لا تاخد بنتي يا بني آدم. وليش الأخجل يا إبراهيم؟ أنا وبيري قررنا ما نعمل مراسم زواج ولا حفلة. بس أنا وإنجي بدنا مراسم زواج مثل كل العالم، ما هيك يا ستنا؟ بالنسبة إلي ما بتفرق معي طالما إنه الشباب هيك بدون. بالنسبة إلي أنا بتفرق، أنا بدي أدعي كل أصدقائي. إذا اتصلت بمحمد فكرت بيجي، ليش عم تكبر القصة؟ إذا مفكر إنه محمد فكرت هو صديقي الوحيد بتكون غلطان. بابا ما بيصير إلا تبكي قدام العالم وتبهدلني، ما هيك؟ بنتي أنا ربيت قطة وكبرت وصرتي قطة ناكرة للجميل. لك نجدة شو عم تعمل؟ معلم ما عم بحسن اسمع اكل، شو بعمل؟ مو مشكلة بنطلب لك أكل. تطلب لي أكل؟ هاتك صحيت يا نجدات. نص رغيف خبز وجواته كباب بكفيك؟ ما بكفي أبدا، ما بسبع، بدي رغيفين خبز فيهم كباب. معلم مراد عم يعملوا معي مثل ما عملوا مع أزاويد بأيام زمان، رح يقتلوني من ذوعي. ليش شو صار لأجاويد؟ ليش ما بتعرف؟ إلا سوي كانوا قتلوا لأزاويد المسكين، لو ما لحقته الخالة روحسان كان مات. وانت في عندك خالك زازا؟
ليس خالي عم بيزي لعندي؟ ليس بيترك خالي ظهر وبيزي لهون؟ قلت بما اني اجيت بزور جوهر بطريقي بس مانو موجود. بأي مستشفى هو؟ ما لقيته هون؟ ما بعرف شو اقول لك، معناها خالي كان عم بيكذب علي. خالك قال لك انه هون؟ قال لي انه هون. يعني خالي ظهر مات يا معلم مراد؟ إذا ميت أحسن له، أحسن له بكتير. هذا أكيد واقع بإيدي إرسوي. أنا أصلا فهمت هيك كثير من همساته لخالي. دخلك؟ انت بتعرف قديش في لك اعداء؟ الاعداء مناح، بيخلوا الانسان فينا يرجع حيوي يا يشار. مزبوط، بيخلوا الانسان حيوي بس بيخسروه مصارين. شو صاير؟ مين حاطط عيونه على مصارينا هالمرة؟ وصال عرف انه عم بيشتغل معك وعم بيقول مصاري ارسوي هن مصارينا وبدنا اياها. ايه منشيل كيلو مشان نسكته. ليش اكل همه؟ هالكيلو يمكن بيكفي وصال شخصيا، بس وصال ما عم يحكي مشانه لحاله. جاي عم يقول لك لا تجيب على راسك وجع الامريكان؟ هيك كان عم بيقول تماما. اذا ما فتحنا هالخط رح يجوا يفتحوه ناس تانيين يا يشار. على الاقل رح يكون تحت اشرافنا. جماعة افغانستان ما رح يتعاطوا البضاعة اللي عندهم كلها. تعرف الامريكان وعقليتهم، قرب على كل شي عندهم بس اوعك تفكر تقرب على تجارتهم. ما عم قرب، عم اعطيهم حصتهم، وهن بيعرفوا منيح الوضع وبيعرفوا انه مو وحدهم الاذكياء. طول ما علاقتك مع الالمان ما بيسترجوا يعملوا مشاكل. على القليلة هيك بيعرفوا قديش عم تروح بضاعة عن طريقنا وكيف. ليش بيقدروا يسيطروا على البضاعة اللي عم تروح عن طريقنا لروسيا؟ كله تهريب. إبراهيم، أنت شلون رضيت تعطي بنتك لداود؟ خلص ميماتي خلص، بنتي قطعتني بنص الطريق. عملت منيح إبراهيم، وإلا كانت بنتك رح تعنس. الله يسعدها بحياتها إبراهيم، بس لو مانك عاطيها لداود كان في ببالي واحد إلها. مين؟ خلصت الشغلة، ما رح أعطيك اسم. ليكون مراد على مدار. اسمع إبراهيم، أنت بتحب بنتك شي ولا لا؟ طبعا بحبها. ايه، مين في من جماعة مراد بيعيش؟ كلهم بيموتوا. أنت بدك بنتك تموت؟ عم تحكي مزبوط يا زازا، كل معارف ميماتي رح يموتوا بالأخير. خلص بقى، حاجي حلوا عنه للزلمة، عم بيقول البنت رح تتجوز. يلا قوموا قوموا، يلي بدكم تحكوه بتحكوه بعد شوي ونحن عم نجوز البنت. ما بنقدر نروح، اكتبوه بكرة. ايش هو لقاح لحتى نأجله؟ بدنا نكتب كتاب.
مراد علمدار، بدي اياك تكون شاهد زواج بنتي. موافق. ايمتى؟ هلا. هلا ما فينا ابراهيم؟ ايمتى بتقدروا؟ بعدين يا ابراهيم، هلا عنا شغل. تزبط بعد ساعتين؟ خلاص منشوف. عم بستناكم بعد ساعتين، ولا تقولوا اني ما قلت، بزعل اذا ما اجيتوا. علمدار شو في؟ مشكلة جديدة؟ في واحد من جماعتنا خاين، واحد من بيناتنا. خير حضرة المدعية، لوين؟ جمعت أغراضي كلهم سيدي. شلون ما كان وظيفتي كانت مؤقتة. حطي الصندوق، حطي. الهيئة ما وافقت على تقرير المفتش وردت الشكوى. وشلون هيك صار؟ يمكن لازم نسألك إلك، بمين اتصلتي؟ مين توسط لك؟ أرجوك سيدي، ليش أنا مين بعرف ليعمل لي واسطة؟ ما أساساً الهيئة ما بدها ألتقي مع يلي بعرفهم. يمكن مراد علمدار اللي وقفه. كان عم يقول لي أنا بحكي مشانك إذا بدك، وأنا قلت له أرجوك بلاها. بالانتخابات الجاية أكيد رح يرشحوك على الرئاسة بما أنك قوية كل هالقد. الواحد يمكن يجن من كتر النوم ويمل. ما مليتوا؟ شو تلعبوا طاولة؟ لا. إلا ما يكون في زهر. تلعبوا زهر؟ ممنوع. طيب تلعبوا جوز ولا فرد على المصاري؟ لا ما قديش بتخافوا على المصاري وإيدكم ماسكة. خلص ماشي، فهمت عليكم. خلص وعد ما رح أخذ منكم كتير. ما بيلعبوا حتى زهر. شو هالناس هدول؟ قديش في ناس مثل الحجر جايبون إيرسوي لعنده ليشتغلوه. أخي مراد، هي تهمة كبيرة كتير. كلنا بني آدمين، ممكن نغلط، بس الخيانة شي تاني. بهي الغرفة ما في حدا خاين وما في سافل. بلا في ذو فقار آغا. يمكن بيقصد عبد الحي بسبب مشكلة حميد هديك. انت ما فهمت. انت احيانا لما ما بتفهم ما بيشتغل مخك بنبذ الفقار. أخونا عبد الحي ما خاننا بحياته وما بيخوننا. ايه، اذا عبد الحي ما خاننا بحياته احكوا لنا شو قصدك بالخيانة وعن مين عم تحكي لكان؟ بما انك جاي عم تحكي. أنا ما عم احكي لك أي شيء.
أنا عم أقول إنه في واحد منا عم بيأمن توصيل المخدرات تبع إرسوي. ايه بس ليش عم تسمي هي خيانة؟ ها؟ أنا ما قلت لك خلينا نفتح الطريق قدام إرسوي شوي بالشغل تبعه مشان يبين وياخذ بضاعة؟ وأنا قلت لك مزبوط. ايه بس ما قلت إنه يودي البضاعة ليشار. تعال هون تعال. ولك أنت شلون تشتغل معه من ورانا؟ ميماتي اتركه. ميماتي قلت لك اتركه. يلي بيخونا يا معلم لازم يموت. لما بقول لك اتركه بتتركه. لك ميماتي. جوهر وينه يا زازا؟ مين سلمان؟ مين عم بيسأل؟ أنت سلمان شي؟ لا. شو دخلك أنت لكان؟ مين ما سأل يسأل. انقلع من هون. أنا أنت شو شغلتك؟ شوفير قاطرة ومقطورة. مين أنت؟ أنت بتعرف أرصوي أولوبيه تبع البضاعة اللي كنت تنقلها من أنا عزرائيل تبعه. إذا حدا بيقلكن من هلأ ورايح ما بيصير تنقلوا بضاعة أرصوي أولوبيه، بتروحوا بتقولوا له مشكلتك مع حميد، تشتغلوا شغلكن. أنا بحب اللي بيشتغل شغله وما بحب اللي ما بيشتغل شغله، ما بحبه. وبما أنك يا سلمان ما عم تشتغل شغلك وما عم تسوق شاحنتك، معناتها لا بقى تمسك باب الشاحنة. وانت اذا عندك مشكلة روح حكيها لذو الفقار اغا. انا ما بمسك باب الشاحنة بأمرك. اصلا ما رح تمسكه يا سلمان. اتركنا من مسك باب الشاحنة. من هلا ورايح ما رح تقدر تمسك مرتك. لو قلت لكم جوهر بين ايديه بتقولوا لي خليه عنده. ليش انا ما بعرفكن؟ نحن من امتى بنقبل يموت صدينا بين ايدين عدونا يا سيد زازا؟ لما اتصلت فينا ما اجينا على الخيمة؟ هاي شي وهديك شي. انا بعرف انه ما بينعمل مساومة مع واحد مثل أرصوي، بس خليني على القليلة اعرف محل جوهر. قلت بعرف محل جوهر وبعدين بيجي بقول لك مشان نقدر نتحرك. لك انا ابني مات كتير اذا مات جوهر تبعك. انت مو مات ابنك؟ خلص معناتها ما عاد حدا لازم يعيش ابدا. ميماتي نحن مزبوط ما قدرنا ننقذ ابنك، بس انا في عندي لسه احتمال انقذ جوهر،
وبعمل أي شيء مشان هذا الاحتمال. أنا ما بعتكم لعبة وقعت فيها. احكي لشوف، نحن منقول لك يموت؟ إذا عم بتقول لعبة، العاب اللعبة على أصولها، تعاولنا. إذا أخذوا ابن أخوك أنت كمان بتعمل هيك؟ زازا الزلمة قدر يكشف نقطة ضعفك، شو بيوقفوا هلا؟ شو يعني؟ هذا إرصوي ما بده يموت؟ نحن شفنا ضعفه بالمصاري، وأنا بغرقه بالمصاري وبطمعه. إذا أنتم ما بتغرقوه يحل عنا يا الزلمة لهلا عم يضحك علينا. برافو عليك. تسلم عمي. ما عملتها مشان اجرح ميماتي، ما عملتها مشان بيع حدا منكم بالمصاري. بعرف زازا، بس انت كل ما اجيت وقلت لي شغله ناقصه وخبيت علي بتصير معك مشكله وبتوقع بجرة وحل، ما هيك؟ بعرف شو بعمل، هذا طبعي. الوقفة جنبك بتخلي الواحد يحتار، مثل الوقفة على حد السكين. طرف السكين هيك خيانة والطرف الثاني إبادة. طيب ليش؟ من هلا ورايح لا تخبي عني شي. وهلا احكي لي كيف التقيت بإرسوي وين التقيت فيه؟ اتركنا من الحكي بالماضي، خلينا ننساه. الحكي بماضي المافيا بيمرضني وبيحسسني بالتعب. لما بلتقي فيه بقول لك منيح. لما بتلتقي فيه المرة الجاية بتقله لإرسوي بدك تجيب معك جوهر. بقوسه براسه بكل برادة. هذا مجنون ما بتعرفه؟ زازا رح يجيبه، رح يقوصك لإلك وقله سوا ريح حالك، وما رح يعمل هذا الشيء قبل ما ياخد اللي بده اياه منك. ايه، وانت شو رح تعمل؟ انا رح اخد جوهر وميماتي رح ياخد روح إرسوي بإيده. هيك قلتك؟ طبعا. بس بدي اياك بالاول تقلي مين اللي باعني وخبرك؟ وين عملت غلط لحتى اجى حدا وقال لك؟ وشو الغلطة اللي غلطتها؟ لأنك يا زازا ما بتحب الحكي عن ماضي المافيا، بس بتحب الحكي بكل شي تاني، لهيك ما بيبقى شي سر أبدا. إبراهيم، مضوا الساعتين وخلصوا. لا تقول ما قال لي جماعتك ما رح يجوا. إذا قالوا رح يجوا معناتها رح يجوا. ريح حالك أنت. أنا مرتاح يا إبراهيم. بدنا نعطي بنتنا للعريس ونروح. الدور عليك سيد فكرت. عم تحكي عن الشغلة كأنها بتعدي مثل المرض يا ست إنجي. برأيي بلا ما نطولها بدون فائدة. فكرة وإنجي بصيروا الشهود ومنوقع وخلص. مستعجل يا عزيزي داوود؟ معك حق، الوقت بالنسبة للناس يلي بعمرنا مهم كتير. كل ثانية بتمر بحياتنا غالية كتير. شهود كتب كتاب بنتي معروفين يا داوود، لما بيجوا بينكتب الكتاب وبس. بابا بترجاك لا تعمل هيك. الو، شو وينكن انتو ميماتي؟ امتى بتجوا يعني؟ بعد ساعتين بس على الاكيد. بابا بيجوا بعدين وبنعمل لهم عزيمه بالبيت. ابراهيم قلت لك الطياره عم تستنى وبعدين يعني. ماشي ماشي عم نستنى، بعد ساعتين خلص.
لا تنقوا على راسي بقصة الطيارة، بدكم تستنوا ليجوا. الو، ماشي، رح ودي بضاعة إرسوي قلوبيلة هنيك. ما في بس وما بس، رح وديها خلاص. ها. حضرة المدعية أمرتي إذا صار شي بالتنصت نعطيكي خبر دغري. ليش صار شي؟ مراد علمدار وزازا أغلو رح يعملوا كمين لأرسوي من شان يقتلوه. امتى وين؟ تتحركوا فورا بس أعطيكم إشارة. ما كان في لزوم لجيتك حضرة المدعية، هون مو أمان. أمان ولا يهمك، بدنا ناخد إرسوي ونروح بدون ما تنزل نقطة دم. ماتي إرسوي جاي، لا تقوص عليه لحتى نروح أنا لهنيك. تعرف سيارته مصفحة، حتى لو نزل من السيارة لا تطلق النار لحتى أجي. ماشي معلم ماشي، ما رح أقوص قبل ما توصل.
هالمسخرة هي لك زازا؟ بيقولوا انه في بالقمر حياة، مزبوط؟ كذب. لا مع هيك بدنا نروح ونشوف. إذا من هلا رحنا واشترينا أراضي هنيك بالمستقبل رح منصير أغنياء كتير. زازا افتح شي كيس منهم وخد لك سحبتين واشتري وين ما بدك. عالسحب بسحب قد ما بدك، بس بتعرفني ما بحب الوحدة. شو بدي أعمل لوحدة هنيك وأنا عم شم؟ بعدين جوهر بيفهم بلغات أهل القمر وبيحاكيهم. رح أعطيك جوهر حبيبك، بس يا زازا إذا بتفكر تعمل معي هيك مسخرة مرة ثانية ما ببعتك على القمر، ببعتك لسابع طابق تحت الأرض. قال هنيك كتير دافي، ها؟ الماجما ما هيك؟ يمكن ولا شو اسمها؟ جيبوا ضيفنا لهون معزز مكرم وخلوا عليه حراسة منيحة. رح نتدخل لما بينجاب الشخص الرهين. رح نستنى لهداك الوقت. معلم، إذا قوصته من هون بقدر صيبه من كتفه وزازا بيخلص الشغلة. شو رأيك؟ ميماتي قلت لك استنى. معلم أنت متأكد؟ بلا ما نتركها للحظ هالمرة كمان. قبل هالمرة قوصت وهرب. ماشي معلم. إبراهيم، عم بتصل وانتوا اتصلوا بطيارتكم. الو، ميماتي جايين؟ امتى؟ قلي امتى رح تجوا؟ بابا عم بتقول خلص اكيد بعد ساعة؟ ماشي عم نستنى. إبراهيم احكي بصراحة، إذا أنت مانك موافق على هذا الزواج قول ماني موافق، لا تخلينا نستنى هون. لغيت درسي ل4 طالبات بسبب إنه أنا ناطر ليجوا رفقاتك. وشو هالدروس يلي عم تعطيها فكرة بيك؟ دروس بالحياة يا مدام إنجي. بشرح تجاربي بكل اللغات، بالألماني، بالفرنسي، بالإنجليزي، وطبعا كمان الروسي. لا، معلومك بالإسباني. الناس اللي مثلي ومثلك يا داوود شو اللي بيقدروا يعلموه للروسيات؟ ليكي بيري، بدك ما تواخذيني، أنا آسف إنه حكيت هيك عن زوجك بليلة العرس. لسه ما صار زوجها سيد فكرات، وإذا ضلينا ناطرين ما رح يصير. نحن فهمانين عليك، فهمانينك.
عبد الحي ليكم مروا. ماشي يا عم. اجوا هلا معلم. ما حدا منكم يعمل شيء يلفت النظر، بتوقفون وبتتركوا الباقي علي. ماشي معلم. واقف السيارة بدون ما يحسوا بشيء. حاضر معلم. جوهر انت منيح؟ على شوي كان رح يقتلني هالكلب. يلا لنروح. لوين؟ لعند خالك زازا يرسوي معه. والله ما بعرف اذا ميماتي رح يقتله ولا لا، لاني بس بدي اشوف هذا الوسخ رح اوصي براسه. خليك بشغلك جوهر. اخفوا السيارات تبعنا ونطفوا بلور السيارة الأمامي. ميماتي، نحن أخذنا الأمانة وهلأ صرنا بالطريق. بتقوصوا باللحظة يلي بنزل فيها من السيارة. ماشي معلم ماشي. أستاذة، مراد علمدار قال أخذ الرهينة وميماتي فجأة عم بيغير محله، شو بنعمل؟ بالأول وقفوا ميماتي وبعدين بتوقفوا إرسول.
عمل لك ارمي سلاحك على الارض. يلا يلا قطع على الارض. شو فكرة حالك عم تعملي؟ ليش عم تدخلي أنفك بشغلنا؟ عرف حدودك. حمود ربك ما صار معكم شيء وأنا عم بعمل شغلي. شو هالشغل هاد؟ أنت شلون بتاخدي الزلمة من إيدي؟ ومين أنت لحتى تعاقبه؟ ودوا ميماتي على المكتب. ليلى شو مفكرة حالك عملتي؟ مفكرة حالي إني عملت شغل. أصلاً أنتو شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ خالي شلون عرفتي إنه نحن هون؟ يمكن بتتوقع إنه في تنصت عليكم. وشو خطتك؟ أخذتي إرسوي حلو كتير، شو بدك تعملي؟ رح أرميه بالسجن وما عاد يطلع. إرسوي ما رح ينام بالسجن، لازم يموت. طيب منشوف. يلا زازا. أنا صار لازم روح. عود إذا بتريد، ما رح يجي حدا تاني. أعطيني هالدفتر. بنتي لا تخبصي. وقع إذا بتسمح. شو عم تعملوا؟ هذا زواج مانو قانوني. عمو فكرة إذا بتسمح بدنا توقيعك. بكل سرور يا بنتي، بكل سرور. مدام انجي ارجوكي، مدام انجي على الاقل انت وقفيهم. أنا متأكد إنه رح نكون مبسوطين. ألف مبروك يا إبراهيم. أنا عاهدت حالي من زمان، عرس ابني رح أعمله بالهواء الطلق مو بالصالة. مو أنت اللي بدك تتزوجي، ابنك اللي بده يتزوج. أنا يلي بعرفه إنه أهل البنت هن اللي بيقرروا هالشي. بالأول رح نعمل الخطبة وبعدين منخطط للعرس. بالنتيجة هذا حقكم. سلوى بتستحق هذا الشي وزيادة. يمكن لأني تزوجت بالشتاء، كان زواجي بالصالة المغلقة ما له بهجة. كله العرس ما بيهمنا، لا أنا ولا ابنك كنان. بما أنه الطرفين الأساسيين وافقوا، بدنا الشغلة تخلص وبس. بس الست نيلاي معها حق. هلأ بنعمل الخطبة وللصيف يا دوب نلحق تحضير للعرس. ما عم بفهم ليش بدكم تعملوا عرس وتعذبوا حالكم. شو بدكم تجمعوا الهدايا؟ وضع العيلتين مانو بحاجة. اتركوا الشباب يتزوجوا على راحتهم. لا تتدخلي بشي ما بتعرفيه. لما بيجي الدور عليكي رح تبكي من شان العرس. بس أنا ما عم ببكي. يعني بنتي شو بتفرق بين هلأ وبين شهر حزيران؟
مزبوط، هلا او بشهر حزيران، شو بتفرق بالنسبه لكم؟ حبيبتي سلوى، عنا قرايبين وعنا أصدقاء ومعارف بكل دول العالم، وأنتو كمان هيك. ما في لزوم نحط الناس تحت الأمر الواقع ونحرجهم. يعني أنت ما بدك يعني أتجوز ابنك؟ رجاء احكي معي بصراحة، لأني تعذبت كثير لبين ما قدرت أقنع عائلتي. إذا في هيك شي ببالك رجاء قولي لي. ما في هيك شي أبدا، صرتي كنتنا يعني بنتي، وبما أنك بنتي لازم تحترمي عادات عائلتك وتحترمي عاداتنا وتمشي بالقصة حسب الأصول. سلوى، هذا الموضوع تسكر. امتى بيناسبكن وقت الخطبة؟ شو بدنا نقول خالي؟ بدنا نقول العدالة أساس الملك. شو لكان؟ بدنا نعطيهم اسم إرسوي؟ حضرة المدعية، خلينا نقول اللي بدنا نقوله لحضرتك على السريع ونروح. مو لإلي، بدكن تعطوا إفادتكن لزميلي. أنا مثلكن مقدمة شكوى بحق إرسوي. بس عفوا، نحن ما اشتكينا على حدا. جوهر، مو إرسوي اللي قوصك؟ ليش بده يقوصني إرسوي؟ مو إرسوي اللي خطفك؟ ما تجننوا عقلي. بس أنا مو زعلان من الخطف، كنت متصاوب. الله يرضى عليه، في عنده معارف دكاترة كتير اجوا لعندي يداوني. لو كنت أخذ اسم شي دكتور يا جوهر راح تقتلني بنسانك وقلة فطنتك. إذا ما بتحكوا الحقيقة وبتقدموا إفادة مثل العالم رح تتعذبوا معي كتير. جوهر، شو عم تقول الأستاذ المدعية؟ ما عم اسمع منيح. خافف ثمع كتير، أنا ختيرت وفاير معي الضغط والسكر. هددتنا خالي. وما بطالعكم من السجن انتو وإرسوي وبخلص، بعدين لا تجوا لعندي تبكوا. شو بدنا نعمل خال؟ جوهر، إذا طلبوا منك تقسم يمين بالمحكمة بترفع رجلك اليسار وبترمي وبتخلص. والله منيح. أنا ما بكذب يا ابني. أمي ما حدا عم بيقول لك اكذبي. مين يلي قال لك؟ أنت شفتي إرسوي وهو عم بيقوص على حدا؟ طيب ابني، أنت شفته لهداك الزلمة لما راح وقتل ابن ميماتي الشي؟ لا ما شفته. بس بتعرف إنه هو اللي قتله، ما هيك؟ إذا سألوني بالادعاء أو بالمحكمة طبعا رح أقول لهم إني ما شفته يا أمي، لأني ما شفته. طيب ابني، أنت ليش هذا اللي بدك إياه يصير؟ لأنه السجن هو خلاص لإله يا بابا، وهو ما رح يطول كتير. سمعت بالأخبار هداك اليوم، الزلمة ما عاد مثل الأول يا ابني، كل واحد بياخد عقوبته شو ما صار. إن شاء الله بيبقى بين 4 حيطان لآخر عمره مثل ما بيستاهل هالمجرم السفاح. أمي صدقيني ما رح يطول. نحن خلينا نفوته على السجن، وإذا ما بقي بصير اللي بدك إياه بعدين. يا زلمة، انت ليش ما عم تحكي شي وقاعد ساكت؟ جاي ابنك وعم يقول انه لازم نكذب بالشهادة. ما عم بيقول هيك شي، عم بيقول لا تعطوا إفادة. أنا هذا اللي عم قوله بالضبط، بدي هيك منشان سلامتكم. أنا عشت لهذا العمر لك ابني، عشت عمري بشرفي، وإذا بدي موت شي يوم بدي موت بشرفي، وشو ما صار ما بقول غير الصح. مو على أساس ما بيصير نترك بعضنا ونروح يا مرة؟ ليش تركتيني هون ورحتي بسبب رجال تاني؟ تحب الله، مو بسبب هالزلم التاني. أنا ما لقيت ابني وولادي بالشارع وجبتهم لعندي. يلي عم يتحرك جواتهم هلأ هو الغضب، بس ليلى ما عم تعمل هيك. بنتي ذكية وبتعرف كيف ترمي هذا المجرم بالسجن. بتعرفي إنه بنتك الذكية هي أنا يلي وقفت لها نقلة بآخر لحظة قامت جابت لي هي المصيبة؟ عملت منيح، معناتها هذا النصيب يلي ناطرك. أمي نصيب شو هاد؟ ما كان بقينا شي لحتى نمسكه. يلا بابا احكي لك شي كلمة مع أمي.
شو بقول لها ابني؟ امك معها حق، كمان انت التاني معك حق. بابا أنا جاي عم ترجاكم بشغلة، إذا بتعملوها معي بكون ممنون، وإذا ما بتعملوها بسلامة روحكم، بس رح تحطوني بموقف صعب كتير. انت اللي اعطيت الاوامر بمداهمه المقبره؟ انا وعزرائيل قسمنا الشغل على الارض بيناتنا. هو بيستلم الميتين وانا العايشين. امرت ولا ما امرت يداهموا؟ لو انا اللي امرت كانوا ماتوا الكل. اللي بيقصده السيد أورسوي إنه هو ما أصدر هالأمر، عم يعمل تشبيه مو أكتر. خليه يعمل هون تشبيه، وبالسجن فيك تعمل تسبيح كتير. ما حدا منكن عنده القوة ليقدر يحطني بالسجن أو يقدر يخليني بالسجن. أنا هون لبين ما تخلص الإجراءات، ما بيجي إيدي فاضية. جيب لك شغلي إلك كمان حضرة المدعي. معلم، أنا عم أقول خلينا نقوص أرسوي هون. بيموت إرسوي وأنت بتروح مؤبد، ليش؟ معلم كم مرة فلت من إيدينا هالابن الحرام؟ يفلت، لوين بده يهرب؟ لك آخ. ماما نازك، أنا رح أكون برا. ماشي يا روحي. سيد عمر، انت شفت اللي قوص عليك بالمقبرة؟ شفته. كان نفسه إرسوي أولوبيه؟ لا، مو هو. يلي قوصوا هنني اللي تحت أمره. خالي، بالأول باخد إفادة زوجك وبعدين باخد إفادتك. ماشي ابني. وحضرتك شفت إرسوي بموقع الحدث؟ لا، ما شفته. طيب أنت بتعرف إنه في عداوة بين ابنك وبين إرسوي أولوبيه؟ ابني ما بيحكي لنا عن هيك شغلات، بس نشوفه. في حدا ما بيعرف؟ اجا مشان يقتل جوزي بالعناية المشددة. حضرة المدعي، مرتي متضايقة من هالموضوع، رجاء تعذروها. طيب ماشي. حضرتكم كنتوا بجنازة ابنه للسيد ميماتي، بتعرف شي مين اللي قتل ابن ميماتي؟ لا. شلون لا سيد عمر؟ كل العالم بيعرف أورسوي هو اللي قتله. يا مرة، شلون بدك ياني اقول شفت عن يلي ما شفته؟ اثبات مين اللي قتله مو شغلتي، شغل العدلية. ونحن عم نساعد ليوصلوا للحقيقة. شكرا كتير ماما نازك لأنك اجيتي. رح يفيد هالشي يا بنتي؟ إن شاء الله رح يفيد. بالمناسبة في حدا موقف التحقيق تبعي. برافو على اللي عمله، مبروك، فوتنا بالحيط.
ليلى ما حدا منهم حكى شي. معلش، آخر أمل عندي ميماتي. إذا تواجهوا سوا ميماتي ما رح يتحمل. وبلكي رحت بيناتهم. إذا بتخاف كل هالقد ليش صرت مدعي؟ يلا أستاذة يلا خلينا نخلص شغلنا. رح أفتح تحقيق بحقك بالشهادة الزور، يا ريت تحسبي حسابك. تفضل إذا كنت. عفوا حضرة المدعي، السيد شو له شغل هون؟ أنا بدي أعمل مواجهة. بما أنه السيد ميماتي عم يقول إنه ما له عداوة مع المتهم، خليه يقولها بوشه. ما عندي شكوى على حدا ولا عداوة مع حدا. برافو يا قطي. مراد على مدار عرف كيف يدربكن منيح. بدي أسأل سؤال إذا ما في مانع. ما في لزوم للسؤال. معلش خليه يسأل حضرة المدعي. بيسأل اللي بده يسأله ولو. يلا يا ابني اسأل اللي بدك تسألني اياه، بس لا تأخرني عندي أشغال كتيرة. انت صرت هيك بلا شرف بس كبرت، ولا هيك من الولادة؟ عندك واقف شو عم تساوي؟ تركني رح ورجيك. بسرعة طلعوا لي برا. تركوني. ميماتي دخل بيناتنا دم. ما كنت تكون رح اخنقك بايدي يا حيوان. اتركوني. هدي حالك. وانتو يلا لبرا. عدم المؤاخذة أستاذ. كان واضح إنه هيك رح يصير. إذا طلع هذا الزلمة من هون بإخلاء سبيل رح يصير دم وتصير مذابح. أنا رح حيله فوراً على المحكمة وبتمنى إنه القاضي يوقفه. النطق بالحكم. بعد قراءة الأدلة حول التهمة ووصفها ومع أخذ هذه التهم بعين الاعتبار، المتهمون إرسوي أولوبي، أغوستا وشان، محمد كوسا، سليمان قرار، جانر قرطال. وحسب أصول محاكمات الجزاء وتفاصيلها واستنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، تقرر توقيف المتهمين. اجيت منهم. عندي جوا أصدقاء حابب زورهم بهمني أمرهم. حسيتك رح تطول لتطلع، قلت بيجي بزور مديري. لو كنت بقيان شوي تانية برا كنت أنا جاي لعندك يا رسوي. لوين بدك تروح؟ عم يلموا كل فريق جنوب الشرق تبعنا. لك وين بدهم يلمونا؟ ليش مدير الادعاء مو من فريق جنوب الشرق؟ عم يلموهم تحت إشرافه. لسه أشرطة مدير الادعاء عندك يا ترى؟ ايه عندي. قلي على المحل تبعهم وبخبر الشباب تبعي.
وخلي مدير الادعاء يحدد موقفه لنشوف بده ايانا جوا بالسجن ولا برا. أنا بدي منك ما تهتمي غير بشغلك حضرة المدعي. أرصاي دخل السجن وكل شي صار ورانا. حطي مسافة بينك وبين أصدقائك. اهتمي بملفاتك وبس. وأنا هيك عم فكر حضرة المدير. عم بيفكروا فيكي مشان رابطة المدعين والقضاة. حكالي هيك شي الأستاذ المدعي بس ما قبلت. لا اقبلي، ما بيلاقوا حيادية أكتر منك. الكل بيحبوكي والكل صار يعرف إنه إلك مكانة بالدولة. ما أنا ببالي القصة. عم قلك منشان ترجعي وتفكري. سيدي عم يبلغونا المرافقة ورا، في سيارة عم تلاحقنا من فترة. يلا صفا سيارة الشرطة، وقفوا سيارة. شوفي مراد علمدار، شو ما بتسمحوا لنا نوصل الأستاذة ليلى شي مرة؟ بدي منكم تسمحوا لي وصلكم اثنيناتكم. ليش صاير شي؟ طبعا صاير شي، حطيتوا الزلمة بالسجن. ايه منيح هيك، هو صار جوا وكل واحد بياخد راحته. كل يوم عم نحط 10 مثل إرسوي بالسجن. قلي بهالحالة بنترك الشغل ولا شو؟ في واحد من رجال إرسوي مو مبين. وقت بيكون إرسوي جوا ليش حدا من رجاله بيتحرك؟ لا تستخفوا فيه، ما بيصير تستخفوا بأعدائكم. مراد علمدار، هذا بالنسبة لنا موقوف، ما عليه شيء. ليلى، بالنسبة لإلك كمان هيك؟ ايه طبعا. ماشي يا شباب، يا ريت ترافقوا مراد علمدار على بيته ونحن بنروح على السكن. بروح لحالي، خلي الشرطة تروح معكم. أنا بعرف روح لحالي، الشرطة بيروحوا معك أحسن. الله معك. انت خذ الشرطة وروح مع المدعي. سمعت الأمر؟ رح نروح معك. خذ لابنك شلابي. قرب وجرب. خذ وده وما بتندم. قرب وجرب. سكاكين للبيت. تفضل استاذ.